بس انت ما بتدفعلوش حاجه من جنبه مشروع، بس هو في الاخر الفلوس اللي هياخدها دي طالعه منك، بس هي خدت لفه كده. بالظبط. انت تنصح ان هو حد يدخل يعمل السيرش، يعمل اول جزء لوحده على الاقل يشوف فرصته عامله ازاي؟ خلاص انا هفتح لك ابلكيشن، تمام، هاخد منك مثلا مبلغ غالبا بياخده على اتليست $1000 في الاول. حد فاتح مكتب وخلاص. ازاي بقى عملت اللاندنج؟ هل احتجت محامي او كده؟ السلام عليكم، معاكم محمود البغدادي. النهارده معانا باشمهندس عمر، هو واحد من ضمن الادمن في جروب المطاريد كندا، جروب على واتساب وجروب على فيسبوك اسمه وايت نورث، هو برده من ضمن الادمن عليه. فالنهارده هنتكلم على كل حاجه تخص الهجره، ازاي تظبط الورق بتاع الهجره، ازاي تهاجر، وكمان لما تيجي هنا ازاي تسيتل داون في الاول. اهلا بيك باشمهندس عمر، ايه الاخبار؟ اهلا محمود، ازيك، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. احكي احكي لنا بقى، انا عارف ان انت جيت هنا من 2017 اول مره، صح؟ حلو. ازاي بقى عملت اللاندنج؟ ازاي مشيت في الورق؟ هل احتجت محامي او كده؟ لما ابتديت ادور في الاول يعني انا بدايه الموضوع كده ان انا كنت شفت اعلان في مصر، مش عارف شفته اظن في جورنال او كده، ورحت المكتب وقعدت هناك مع الناس كده، دردشت معاهم شويه. بس انا يعني عاده بحب ادور ورا الناس عامه، فدخلت دورت شويه كده، بعدين لقيت المكتب يعني هو الراجل اللي انا قعدت معاه ده، قعدت بقى اشوف يعني انت عشان تبقى تقول على نفسك كمحامي هجره، او هل دي حاجه يعني محتاجه لايسنس. فدخلت شفت فلقيت هم حاطين ليست دايما هم سواء الاميجريشن، ان انت عشان تهاجر تروح حد ريبريزنتيف، ده يا اما اسمه اميجريشن كونسلتنت او لوير، محامي يعني. حلو. فدخلت دورت، لقيت الراجل اللي انا قعدت معاه ولا هو كده ولا هو كده ولا اي حاجه، اصلا فاتح مكتب وخلاص. بس فابتديت بقى اشوف اصلا هل في اصلا حد فاتح مكتب وليه مثلا مكتب، فلقيت فعلا في حد في مصر، فكلمته برضه، رحت قعدت معاه شويه، قعد شرح لي وفهمني، هو بيبقى اوير بالاجراءات طبعا، بيعملها، بيرتب لك ورقك صح، بيقدم لك، بس في نفس الوقت هو برضو كان صريح في الحته ديت، قال لك انا مش بدي لك ادفانتج زياده عن حد تاني يقدم صح بورقه مظبوط. فدي نقطه مهمه عشان الناس تبقى فاكره ان المحامي هيسهل الموضوع او هيسهل الموضوع وكده، هيخلي الكلام ده مش الاجراءات حقيقي تمشي خالص. توافق عليها اكتر. لو هو ماشي صح بالورقه، ما بيعملش اي حاجه مش مظبوطه او كده، المفروض ان انت ملوش تدخل زياده. بالظبط كده. فانت موضوع انك تمشي مع محامي ولا لا، ده اختيار ليك انت. حلو. تمام. عندك القدره انك تمسك الموقع وتقرا التفاصيل، هي كل حاجه واضحه على الموقع، بس هي كتيره قوي. فانت لو عندك استعداد انك تقعد تقراها كلها وتشوفها، تقدر تمشي من غير محامي عادي جدا. فانت لو حد يعني هو شاطر بيبذل مجهود، تقدر ان انت ترتب اوراقك وتعمل كل حاجه، حتى لو الموضوع ممكن شويه بس هيوفر عليك وقت، لان اتوقع المحامين بياخدوا فلوس برضه مش قليله كتير. وبعدين ده هي زي اي حاجه، انت ممكن مثلا لو انت عايز فرضا عندك محكمه، ممكن تترافع عن نفسك وممكن تجيب محامي. صح. هي انت هتاسس الريسك ده، هل انت هتقدر تعمل الكلام ده ولا مش هتقدر تعمله؟ مظبوط. فاهم قصدي؟ صح. بس كل حاجه بقى ليها ثمنها. بتشتري شقه، في واحد ممكن يروح يشتري شقه ويمضي مع واحد دايركت، تجيب عقد من المكتبه وتمضيه، او تجيب محامي يعمل لك الاجراء كل حاجه. فانت لو عندك القدره ان انت تعمل الموضوع ده لوحدك وواثق انك تعمله، اعمله. بس لكن مفيش اي الزام، هم حتى اصلا مكتوب كده عن هم ما بيدوش ادفانتج، هو بيضمن لك او مش بيضمن لك برضه بالمناسبه، يعني هو على قد ما يقدر بيبقى عارف ان الورق مظبوط، عارف البرامج اللي فاتحه، اللي متابعه، اللي مناسب ليك. صح. النقطه بقى الثانيه برضه اللي حابب برضه اقولها، انت غالبا لما بتروح لاي محامي بيقول لك خلاص انا هفتح لك ابلكيشن، تمام، هاخد منك مثلا مبلغ غالبا بياخده على اتليست $1000 في الاول. اوكي. النقطه بقى اللي انا شفتها مع ناس كتير، ان هو هيفتح لك الابلكيشن مظبوط وكل حاجه، بس هو ممكن يبقى بيعمل كده وعارف ان فرصتك تقريبا صفر. هو بس عشان في دخل جاي له في الاخر، في دخل هيدخل له من فتح الابلكيشن ديت طبعا. انت فاهم قصدي؟ فدي برضه نقطه ما بتبقاش يعني ما تعرفش تمسكها على المحامي، يعني صح. انت فاهم قصدي؟ انت طلبت منه يفتح لك ابلكيشن وهو فتحه، انت فرصتك بقى في الموضوع ده صفر اصلا. اوكي، بس هو فتح لك الملف وخد صح. فانت بتنصح بايه؟ يعني انا بشوف على الجروب في ناس كتير بتسالك، انت تنصح ان هو حد يدخل يعمل السيرش، يعمل اول جزء لوحده على الاقل يشوف فرصته عامله ازاي؟ بالظبط، يعمل سيرش لوحده، يدور على الموقع، يسال الناس، يشوف الجروبس، الاكسبيرينسز اللي مكتوبه عامه. فاهم قصدي؟ الحاجات دي كتير قوي. اهم حاجه اقروا من المصدر صح، يعني لان في اتش كتير مكتوب، في حاجات مكتوبه صح بس هي بقت معلومات اوت ديتد، فمش ابليكابل عليك دلوقتي. فاهم قصدي؟ يعني انت تخش تقرا في توبيك مثلا او حاجه كانت تجربته مثلا سنه 2013، فخلاص الحاجات دي كلها اغلبها انتهى يعني. بالظبط كده. حاول تشوف اكتر حاجه ابديتد، حاول تشوف ابديتد، هتوصل للمعلومه، مش هتوصل لها. الناس بقى لو احنا اتكلمنا، احنا في ناس بقت دلوقتي عندها فكره عن الموضوع ان هو تشوف السي ار اس سكور، تشوف الكلام ده. هل انت شايف ان في حاجه زياده ممكن يعملوها لو خلاص واحد شايف ان هو مش هو الطريقه الوحيده؟ فهمتك.
هو في كذا، في يعني البروجرامز الموجوده الهجره بتاعت يعني سي ار اس دوت اللي هو خاص بالاكسبريس انتري. حلو. في برامج اللي هي النون اكسبريس انتري مثلا زي البروفنشال نومينيشن. حلو. في بعض المقاطعات شغاله عليها وديت مش اكسبريس انتري، مثلا مقاطعه مانيتوبا عندها الرأي ده. كان زمان اونتاريو عندها نون اكسبريس انتري، بس دلوقتي النون اكسبريس انتري بتاعها للناس الانلاند اللي جوه كندا مش من بره. ممكن تكلمنا عن البرنامج بتاع مقاطعه مانيتوبا؟ هو البرنامج بتاع مقاطعه مانيتوبا هو عادي يعني انترنالي بالمناسبه مانيتوبا وساسكاتشوان هو كمان هم اللي شغالين دلوقتي. حلو. هو برنامج هم سواء ده او ده، يعني هو برنامج عليهم نظام البوينتس بتاعهم هم من جواهم، ملوش دعوه بالاكسبريس انتري، ملوش دعوه بالسي ار اس سكور خالص. تمام. يعني مثلا ساسكاتشوان بتخش مثلا تفتح بروفايل عندهم في البورتال بتاعهم هم. خلاص. بتاع المقاطعه ذات نفسها. بتاع المقاطعه نفسها تمام. وهم عاملين بوينتنج سيستم برضو بتاعهم وبيعملوا سحباتهم. خلاص. حلو. وكل شهر يعني عاده كانوا بيعملوا سحبه او سحبتين في الشهر تقريبا. المهم هو بيببلشوا الريزلت بتاعت السحبات. كان دايما السكور اللي هو برضو بيديك فيفورنج او بيديك نقط كويسه ان انت يكون عندك شغل بقالك 10 سنين تقريبا. السكور الانجليزي اتليست اللي هو سي ال بي 8. ده الشغل والخبره دي جوه المقاطعه ولا جوه لا مش لو شغلت جوه المقاطعه في اكسترا بوينتس بس ايفن من بره عادي. من بره عادي. حلو. احنا عندنا في جروب اللي بتاع مطاريد ساسكاتشوان الناس اللي هم راحت هناك موجودين يعني. والناس بتروح والهجره شغاله كويس يعني. شغاله كويس. بس هي دلوقتي برضو مع التغيرات اللي حصلت ديت عدلوا البوينت سكسس فابتدوا يدوا فيفورنج لحاجات ثانيه. زي مثلا الفرنش. يعني قبل كده كنت بتختار اللغه هي الانجليش الفرنش، دلوقتي عملوا ميكس للاثنين، فالاثنين مع بعض بيدوك. فالناس اللي عندها البايلينجوال ديت بتاع البايلينجوال بتعلي البوينتس هناك. هو كل الناس بتقول ان هو سنه 25 هي سنه الفرنش يعني. لا والله 23 و22 23 سوري 23 و24 كان الفرنش فيهم على معدلاته. ما شاء الله فعلا مكمله. وانا شفت ناس كتيره يعني، او اتفاجئت ان ده كمان يعني حاصل، ان الناس قدرت تجيب السكور بتاع الفرنش المطلوب من الزيرو في 6 شهور. بالظبط. في ناس كتير بتبقى خايفه تاخد الخطوه دي، اللي هو انا لسه هبدا فرنش، انا ما اعرفش حاجه. انا شخصيا ما بحبش اللغه دي عشان بس واضحين يا جماعه. خلاص. ولكن في ناس اللي هو يعني لو دي فرصتها الوحيده في الهجره بتعملها. بالظبط. اللي هو يعني ليه لا، اكنه خلاص انا بستثمر في طريق معين. يعني 6 شهور ده المينيمم اللي شفته. شفت كذا حد 8 شهور، شفت كتير في خلال سنه فعلا. معانا ناس يعني اصحابنا السنه كتير يعني. بس هو من الزيرو بيتراوح من 6 شهور لسنه. الموضوع مش سهل يعني. فاهم قصدي؟ صح. كانت في ناس مثلا بتعمل برضو اللي هي الدبلومات اللي هي بيبقى مدتها برضو سنه عشان تاخد السكور بتاع اللي هو الدبلومه. بالظبط كده. بيبقى نقطه قريبه قوي من الماستر بالمناسبه يعني. الناس برضه عشان تبقى عارفه، هو النقط بتتحسب على 5 عوامل رئيسيه، اللي هو السن، الحاله الاجتماعيه، المؤهل الدراسي، والخبره العمليه، واللغه سواء بقى الانجليش او الفرنش. بالظبط. المؤهل الدراسي كل ما زاد، يعني انت لو معاك بكالوريوس بتاخد نقط معينه، لو اخدت دبلومه او فوقيها ماجستير او دكتوراه، كل ما تزود الدرجه العلميه كل ما النقط تزيد. بالظبط. ده بالنسبه للاكسبريس انتري. مظبوط. فيعني حاجات من الناس بتقدر تزود بيها النقط، سواء ان هم ياخدوا دبلومه. بس هو كمان مش مجرد يعني مثلا هم لما جه في الاكسبريس انتري من فتره كانوا حاطين مثلا ويت للسكور بتاع الانجليش وويت للسكور بتاع الفرنش. وكانوا حاطين كده زي بونص سكور، ان انت لو وصلت في الانجليش والسكور كذا والفرنش والسكور كذا وحققت الاثنين دولت مع بعض هيديك بونص بوينتس عليهم. فاهم قصدي؟ صح. فالموضوع ده فرق مع ناس كتير قوي، ان هو بالفعل الانجليش كويس، لو زودوا الفرنش خلاص هو كده معدلاتهم. بلس كمان ان هم بقى يعملوا سحبات خصوصا للفرنش بسكور قليل. هي دي الفكره، اللي هو الفرنش سبيكينج سكرين ده. بالظبط. فده برضو فرق مع ناس كتير يعني. تقريبا اغلب الناس اللي هم كانوا سكورهم في السي ار اس تحت ال 400 خدوهم. بالظبط. نشوف اخر سحبه دي كانت يعني 300 في ال 80 حاجه كده يعني. بالظبط. ده كان يعني رقم مرعب، خصوصا الناس كلها شايفه 500 وفجاه تشوف حاجه تحت ال 400. ده كان رقم فعلا. كان رقم كويس. صح. في برامج تانية زي برامج الاتلانتيك بايلوت. اوكي. دي برامج مفتوحه اغلبها في مقاطعات الاتلانتيك. حلو. نيو برونزويك، برنس ادوارد، نيوفاوندلاند. دي البرامج معموله عشان هي عايزه ناس. فادوا ادفانتج لبعض الشركات المسجله عندهم بطريقه معينه هناك، ان هم يقدروا يجيبوا الناس من بره دايركت. ويخلي يعني الشخص السلكتد ده
عن طريق الشركه ديت اللي هي عايزه موظف يشتغل موظف. عندها، ان هو يقدم ان بارallel على حاجتين، يقدم على ورك بيرميت عشان يقدر يجي immediately، حلو. تمام، وفي نفس الوقت ان بارallel يبروسس البي ار ابلكيشن بتاعه. ده حلو جدا. ده موجود بقاله كذا سنه يعني اوريدي، وفي ناس كتيره جت عليه. اوكي. هل بيطلبوا مهن معينه؟ في مهن كتير مثلا حتى زي الكوك اللي هو زي الريستوران مانجرز، اوكي. التيرور الترزي، يعني في ناس في كتير يعني مهن كتير، وحتى مهن يعني الحاجات العماله البسيطه. الحاجات دي بتتغير مع الوقت برضه عشان نبقى برضه واضحين يعني. أوكي. مش لازم اللي كان مفتوح دلوقتي يبقى هو المفتوح بعد كده. صح. فاهمني؟ فانت تنصح ان هو لو حد عايز يمشي في الموضوع يمشي في موضوع الهجره، ان هو لازم يبقى هو بيبذل مجهود شويه، يعمل ريسيرش، يدخل يدور. بالظبط كده. من الحاجات بس اللي كانت بتعملها مقاطعه نيو برونزك انها كانت بتنزل في الميدل ايست عندنا، جم في مصر وجم في الامارات قبل كده، ومش فاكر جم في السعوديه ولا لا. اوكي. جم في الاردن برضه. هم بيحاولوا يسوقوا للمقاطعه. بيسوقوا للمقاطعه وتفتح كونكشنز معاها، وبعد كده الناس الانترستد او اللي حضروا السيشنز ديت كانوا بيبعتوا لهم انفيتيشنز تو ابلاي. فاهمني؟ حلو جدا. اعرف ناس كتيره برضو جت عن طريق الموضوع ده. اوكي. فلو انت حاول تعمل سيرش وتشوف الاب كامينج ايفنتس، لو في حاجه جايه البلد اللي انت فيها، يعني اكيد ان انت تحاول تقدم. بالظبط. يعني اقول لك لازم هتتابع ايه يعني. بص، هي مش سكه واحده، السكه كل شويه كمان بتتغير يعني. الفرنش مثلا ده بالطريقه ديت ما كانش افيلبل من حوالي سنتين ثلاثه. بالظبط. انت فاهم قصدي؟ الميديكال ستريم، السحبات بتاعت الميديكال ستريم اللي حصلت برضه السنه اللي فاتت دي ما حصلتش. اونتاريو عمل كذا سحبه مثلا. اونتاريو والفيدرال الاثنين صح. في حاجه جديده دخلوها اللي هو الاديوكيشن اوكيبيشنز. هل تتوقع ان هم يعملوا سحبات للمدرسين والكلام ده؟ انا كنت عارف ان هو في شورتج برضه، وهم بيحاولوا يشوفوا الشورتج عامه. يعني مثلا كنت سامع ان هيبقى في حاجات معموله للايرلي تشايلد هود برضه. اوكي. مش فاكر والله سحبوها ولا لسه، بس يعني هم لسه ما سحبوهاش فعلا. هم ضافوها من ضمن الكاتيجوريز بس لسه ما سحبوهاش. ما هي دي الفكره. هي الفكره بتاعت الكاتيجوري بيست سelection دي بدات في اخر 23 اعتقد. مظبوط صح. وشغالين عليها يعني. وفي برضه احيانا بيعملوا سحبات بس مش كتير قوي، حاجه اللي هي بتاعت الستيم، حاجه ليها علاقه بالتكنولوجيز اكتر برضه، بس صح. ما عملوها يمكن مره او اتنين والسكور فيها ما نزلش كتير. اوكي. لان العدد اللي مقدم على الحاجات دي كتير قوي 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 يعني. صح. فاحنا يعني لو هندرافت كده كل حاجه، ان هو حد يعمل ريسيرش كويس، يشوف لو هو مثلا جايب سي ار اس سكور كويس فهيمشي في الاكسبريس انتري. لو هو السي ار اس مش احسن حاجه، في قدامه طريقين، يا اما يحاول يعليها بدبلومه او فرنش، او يشوف بقى النون اكسبريس انتري يعني. بالظبط. ويشوف المقاطعات. صح. عندك مقاطعه يعني اكتر مقاطعه كانت بتجيب ناس عامه هي ساسكاتشوان يعني. اوكي. برضه مانيتوبا جابت الناس اللي ليها قرايب في كندا برضه الفرصه يعني في المقاطعات بالذات. يعني مثلا في مقاطعات بتفيفر قوي قوي ان انت يبقى ليك كونكشن جواها. ايوه انا سمعت عن مانيتوبا عامله حاجه كده حتى للعم والخال. مانيتوبا، ساسكاتشوان والبرتا. اوكي. حتى البرتا داخله في الموضوع. حتى البرتا داخله في الموضوع. دي حاجه نقطه بتكون غافله عن ناس كتير يعني اونتاريو ما بتفرقش معاها موضوع ما بيفرقش. لازم يبقى يعني ما بتاخدش غير ال 15 بوينت اللي هم بتوع السي ار اس العاديين، اللي هو بغض النظر انت في اونتاريو ولا في اي حته ثانيه، حاجات الفيدرال بس. صح. بالظبط كده. بالعكس ده في مقاطعات كمان بتقلق ان انت يبقى ليك قريب براها. يعني انت مثلا لما تيجي تقدم في مانيتوبا وليك قريب في اونتاريو بيديك نيجاتيف بوينتس يعني. لان هو عارف ان انت مش هتقعد كده في المقاطعه بنسبه كبيره، انت هتسيب المقاطعه. طب في ناس كتير بتقلق من الموضوع ده، وبيبقى سؤال عند اغلب الناس اللي هو انا جيت مثلا على ترشيح مقاطعه اونتاريو او مانيتوبا، هل لازم اقعد فيها ولا ينفع اروح مقاطعه ثانيه؟ لا مش لازم. هي اجابه السؤال ده تريكي شويه، ودايما حتى في ناس تيجي تسالني انا لازم اقعد، ما اعرفش الرقم سنتين ده معلق معاهم. اوكي. ما اعرفش يقول لك لازم اقعد فيها سنتين. ممكن حد قال اشاعه وانتشرت. هو انا ممكن اكون عارف سبب الرقم ده، هقول لك برده جاي منين. اوكي. هو الرقم دوت غالبا اغلبه او سببه يعني الناس اللي هي كانت بتحاول تهاجر استراليا. اوكي. فاستراليا عندها نفس النظام، عندها نظام فيدرالي وعندها نظام اللي هو البروفنسز او الولايات بقى هناك الستيتس. ولايات يعني. فهناك الناس بتهاجر على الستيتس عندهم رول كده مكتوبه، يعني ان انت بعد اتليست تيجي تقعد سنتين في نفس الولايه دي. بالمناسبه انا هاجرت استراليا ورجعت. اوكي. مفاجآت اليوم يعني. بس فعندهم الموضوع السنتين ده، وفي نفس الوقت انت حتى ايفن في استراليا لو انت عندك السنتين ديت وبعدين جات لك اوبورتيونتي بتبعت للاوفيسر ان انت عندك 1 2 3 وعندك سبب الموف، غالبا بيوافق لك يعني. اوكي. فهو ده يمكن سبب موضوع السنتين ده. خلينا نقف عند الحته دي، لان الناس كلها بتقول اللي هو كندا ولا استراليا. استراليا الجو احلى، استراليا كده.
شورت ستوري، انا كنت بقدم كندا اصلا، وبعد كده الابلكيشن بتاعتي وقفت، اوكي فقدمت استراليا. بعد ما قدمت استراليا جت كندا تاني، قالوا لي كمل الملف فكملته يعني. اوكي ده بس السبب. كنت سافرت بالفعل؟ عملت سوفت لاندنج ورجعت. اوكي اول ما خلصت سوفت لاندنج جا كندا اه قمت جاي خلاص السلام عليكم استراليا. بالظبط كده. اوكي حلو. كنت ادمن جوفات استراليا بالمناسبه، بس كمان طبعاً ما شاء الله اي مكان تروح على طول تخش على الادمن على طول. فبتقول لي احنا ممكن نقعد قد ايه. بص هو عشان نبقى واضحين في النقطه دي تحديدا، بالظبط. تمام. البي ار مكتوب عليه صراحه انت ممكن تقعد بيه في اي حته في كندا. حلو. انت اللي بيديك البي ار كارد هو الفيدرال جفرمنت، مش حد تاني، مش جميل. المقاطعه. مم. خلاص، فهو مكتوب صراحه ان انت ممكن تقعد في اي حته. امال الترشيح ده معناه ايه؟ الترشيح ده عشان المكتوب فيه صراحه برضه عشان نبقى واضحين، تمام، ان انت عندك نيه الاستقرار في المكان ده. اوكي. خلاص، ونحط 100 سطر تحت كلمه نيه. امم خلاص، بمعنى ان انت قدمت الملف وفعلا عامل حسابك تروح هناك. انت عارف اجراءات الهجره بتخلص امتى ولا لا؟ لا. اجراءات الهجره بتخلص لحظه اللاندنج، لما الاوفيسر بياخد أوكي. منك هي الكونفرميشن الورقه اللي انت خدتها من السفاره السي او بي ويمضيها. ار دي. قبلها انت لسه مش مهاجر. اوكي. خلاص، يعني تحت سيركمستانسز معينه الاوفيسر اللي انت بتقابله في المطار ده يقدر يريفوك الهجره بتاعتك كلها. اوكي حتى لو انت مخلص كل حاجه وكل ورقك سليم. خلاص، الراجل ده خلاص ختم لك ومضى لك، بقى اسمك مهاجر. يعني بقى اسمك مهاجر، بس خلصت مهاجر اجراءات دائم. الهجره، بقى اسمك يعني مقيم فانت دائم. لو هديك اكزامبل، يعني لو انت مثلا مهاجر مثلا على مقاطعه ساسكاتشوان مثلا، حلو. وجيت مثلا في الدردشه اللي انت بتعملها في الاوتو، تقول له والله انا مش ناوي اقعد هناك، انت كده عملت فايوليشن للنيه بتاعتك، للانتنت. من سلطته ان هو يكنسل الملف. ولو دخلت حتى قريت على النت، في ناس عملت الغلطه دي كتير كنسل لها الملف وهي في المطار. وهي في المطار. اوكي. فانت اللي هو يعني حتى ايا فاهم كان قصدي؟ في جواك نيه سيبها جواك، بالظبط. حصل جيت وفعلا نويت وبتاع، وبعد كده ولقيت فرصه احسن في مقاطعه تانية عادي، مفيش تمام. حد هيقول لك لا. لا خالص، محدش. ناس مفيش اصلا في بتقلق. الاجراء حاجه بتقول يعني هو ان هو البيبر حد يحكمك ان انت تقعد في نفس المقاطعه. لا خالص. فاهم قصدي؟ بس في ناس بتقلق. ولكن برضه عشان نبقى واضحين يعني، ودي قصص انا قريتها، ما اعرفش حد مر بيها شخصيا، اوكي. تمام. ان انت يقول لك ان انت مثلا لما تيجي تقدم على الجنسيه مثلا، يقول لك انت كنت ترشيح كذا بس ما قعدتش في كذا. بالظبط، ناس خلاص. بتقلق من الحته دي. طيب هرجع برضه اقول لك ان إن التقييم بتاعهم في حاله زي كده برضه هيرجع على الانتنت بتاعك. يعني انت خرجت من المطار من داي 1 رحت قعدت في حته ثانيه، فاهم قصدي؟ ولا رحت قعدت في المكان بتاعك وبعد كده لقيت مفيش فرصه. بالظبط. عشان كده ماي ادفايس يعني لاي حد عنده بتاع ديت، روح على مكانك، اقعد لك هناك حتى شهرين ثلاثه، حاول بتاع، قدم على جوبس، احتفظ بالريجكشن ميل عشان لو جالك اثبت ان انت على الاقل يعني حاولت. بالظبط كده. لكن هي مكتوبه صراحه ان انت بي ار اقعد في اي حته. منطقي. خلاص، منطقي جدا. هو لو هيحاسبك على الانتنت اللي انت مضيت عليه وانت بتقدم. صح. فعلى الاقل روح المقاطعه اقعد فيها شهر شهرين قدم. بالمناسبه حتى كانت ناس بتقول لك هي المقاطعه ممكن تشتكي او حاجه زي كده، لان كنا دايما بنسمع مثلا مقاطعه زي برونتو بتتشيس الناس او حاجه زي كده. برضه ما اعرفش حد شخصيا حصل له حاجه زي كده، بس قصص قريتها يعني. بس هي في الاخر حتى لو المقاطعه قررت انها يعني تتشيسك، تمام، هي مش هتعمل حاجه. هي اخرها هتتبع للفيدرال جفرمنت، والفيدرال هي تاخد بالكومبير الكلام ده ولا لا. بالظبط يعني. فاهم. بس هو في الاخر لو انت عملت اللي عليك وحاولت، لكن هو اسهل له يجيب حد تاني يعني. اوكي صح منطقي جدا، منطقي. بس حلو. طب الناس مشت في الهجره وخلصت الورق وربنا كرمها جالها الاي تي اللي هو الانفيتيشن تو ابلاي، وجت كندا وعدت المطار، ايه اللي بيعملوه؟ ازاي يلاقوا سكن كويس؟ ازاي يلاقوا شغل على طول؟ الناس كلها بتبقى بتسال الاسئله دي. بالنسبه للسكن، انا برضو عشان لو اجابتي واضحه، موضوع السكن ده تحديدا هيختلف، وكل مقاطعه ليها ظروفها. اوكي. خلاص. حلو. لو هكلمك عن اونتاريو او الجي تي اي، السكن عامه في الجي تي اي رخم شويه مقارنه بباقي المدن حتى. يعني انت كل ما هو الموضوع في الاخر كله عباره عن سبلاي وديماند تنشين يعني. فاهم قصدي؟ صح. فلو الحته اللي انت نازل عليها فيها ديماند عالي والناس كلها عايزه تروح هناك، هتلاقي الموضوع صعب شويه، ومحتاج ان انت تقنع الراجل اللي جاي ان انت هتقدر تدفع هتعرف تجيب انكم. لان هنا كمان المشكله ان الديسبيوتس ما بين المالك والمستاجر لو ما بيدفعش او كده بتطول. اوكي. بتطول قوي. فالناس بتبقى خايفه ان هو يجي له حد مستاجر وما يكملش ما يدفعش. اسمع ان هو بيطلب مثلا الناس تدفع 6 شهور ان ادفانس وحاجات في حاجات زي كده. في بعض الحتت بتطلب منك ان انت تدفع شهور ان ادفانس، مع انه اصلا الكلام ده الليجال يعني. اوكي بس في الاخر بتتكتب ان انت دفعتها فولنتيرلي بمزاجك. اوكي. قانوني الناس تدفع شهر في الاول وشهر في الاخر، يعني قانوني في اونتاريو ان هي شهر في الاول وشهر في الاخر. حلو.
خلاص. بس عشان ده في اللي هو برضه العقد بيكون سنه. حتى الناس برضه اللي بيصدمها في موضوع الشهور ان ادفانس دي، مثلا تدفع مثلا 4 شهور دي في الاخر، يعني انت في اخر أوكي. العقد انت بتدفع من اللي هو الاول. لو انت دفعت 6 شهور ده معناها اول شهر واخر 5، مش 6 شهور الاولانيين. بالظبط كده. بس اغلبها مثلا بيتم هنا عن طريق زي ريل استيت ايجنتس. اوكي. هل ينفع اجر من غير ريل استيت؟ ينفع جدا، مفيش اي مشكله. حلو. السورسز مفتوحه، حتى الداتابيز بابليك، يعني انت اي يونت موجوده تتواصل مع صاحبها وتروح وتتكلم. يعني لو هي ببلشد على السيستم بتاع العقارات اللي هنا ده، تقدر تتواصل مع الايجنت اللي حاططها، مش مع اوكي. المالك. مش مع المالك. المالك ده تتواصل معاه في الحاجات اللي معموله برايفت، زي اللي هي الحاجات اللي على الفيسبوك ماركت بليس، او الكيجي ده كده سايت زي الوسيط اوكي. في مصر يعني في مصر فالحاله دي الوحيده اللي تقدر تتواصل فيها مع اللاندلورد او اللي هو المالك، غير كده انت لكن دايما غير كده هتلاقي اغلب خصوصا في الجي دي اي، يعني هتلاقي الحاجات عن طريق الايجنت بتاع المالك، اللي هو في الاخر ريلتور بس الخاص بالمالك، بالظبط بيبقى كده. دايركت منك عليه على طول. ونصيحه يعني لو هتتواصل مع ريالتور، نصيحه هات يور اون ريالتور عشان يعرف يتكلم معايا. صح. انت كده كده مش في حاجات مش هتبقى عارفها، وفي حاجات يعني في العقد لازم تبقى يعني مرت كده عليك كده كذا. مش هيكلفك حاجه الموضوع. بالظبط. هو الناس مش هتبقى عارفه الموضوع ده. انت في الاخر لو جبت ريلتور او هو الشخص اللي بيساعدك يعني ان انت تاخد شقه، في الاخر هو مش بياخد منك اي فلوس، لان الفلوس كلها بتبقى طالعه من المالك يعني. بالظبط كده. فانت كمستاجر او كباير، يعني حتى كشارع، انت ما بتدفعش حاجه في الموضوع ده. اوكي. بس او يعني مش عايز اقول برضو اللي ما بتدفعش، بس انت ما بتدفعلوش حاجه من جنبه مشوار، بس هو في الاخر الفلوس اللي هياخدها دي طالعه منك، بس هي خدت لفه كده. بالظبط. يعني هو في الاخر نفس الشهرين اللي انت يعني انت ما دفعتش حاجه زياده، انت دفعت شهر في الاول وشهر في الاخر، فهو الشهرين دول هم اللي بيتوزعوا على الايجنت، مش من جيبك، يعني ما دفعتش حاجه زياده. انت دفعت الايجار، دفعت الايجار لفه بالظبط، بس انت في الاخر ايجارك هو اللي خسر وهو الملك، يعني ده انت مالكش دخل فيه. بالظبط. اتكلمت على نقطه الباير، ففي ناس كتيره بتبقى اللي هو اشتري بيت امتى؟ هل اشتري بيت اول ما اوصل لو انا معايا فلوس كاش؟ هل اقدر اخد الخطوه دي ولا اكمل ايجار فتره؟ طب انا هقول بريف على الموضوع ده، في الموضوع فيه تفاصيل كتير قوي، تمام. أوكي. بس هقول لك يعني بختار. انت اصلا عشان تشتري بيت عامه هنا في كندا محتاج حاجتين. محتاج داون بيمنت اللي هو المقدم، حلو. تمام. ومحتاج غالبا مورجج، لان صعب قوي انك صعب تشتري بيت كاش. فانت عشان يبقى تاخد مورجج محتاج كواليفيكيشن، يعني انت محتاج ان البنك يبقى مطمن ان انت دخلك يسد الكلام ده، يقدر يدفع مورجج. الاقساط، تمام. او هتضطر انك تدفع داون بيمنت عالي قوي عشان البنك يبقى يتغاضى شويه عن موضوع الكواليفيكيشن ديت، ويبقى مأمن نفسه، بحيث لو انت ما قدرتش تدفع يقدر ياخد البيت ويبيعه وياخد فلوسه. صح. بيبقى مأمن نفسه بمارجن عالي في ثمن البيت يعني. اوكي. فدي نقطه مهمه. وبعدين اول ما هتيجي انت برضو انت يعني هل ما عندكش دخل نوعا ما فيش دخل، طبعا مش عارف هتشتغل ايه. صح. فبتبقى صعبه شويه في الاول، وخصوصا كمان انت ممكن تيجي على حته وبعدين تكتشف انها مثلا مش مناسبه ليك. اوكي. فاهم فاللي هو الاحسن ان انت تبقى حر قبل ما تشتري بيت وكده. بس لما تشتغل وبتاع ابتدي ساعتها ايه، دور في ابتدي تقرر برضه في الموضوع ده ساعتها، يعني فاهم قصدي؟ ما تستعجلش. وممكن نعمل معاك يعني نسجل حلقه تانية فيها تفاصيل عن الموضوع كامل، يعني لو انت عايز يعني. ده يبقى كويس جدا. هو الناس برضو اللي ما تعرفش، هو باشمهندس عمر هو ما شاء الله يعني دايما بيحب يعمل حاجات كده اون ذا سايد. فهو مخلص الرخصه بتاعت الريلتور، مع انها مش سهله بس هو مخلصها، فيعني هو عنده خبره كبيره في الموضوع ده. فالحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم عن الموضوع ده بتفاصيل اكتر كمان. خلصنا حته السكن واللي جاي عرف يسكن وكده. نقطه العربيه، في ناس كتير بتسال اجيب عربيه على طول، اجيب فاينانس ولا ليز؟ انت بيمر عليك يعني حالات كتير عندنا في الجروب بشوف دايما، فاتوقع ان هو نوعا ما يعني ممكن يعني سواء من تجربه شخصيه او نصايح. هقول لك رايي في موضوع العربيات ده. انا شخص في مصر تقريبا، حتى وانا كنت في مصر انا مش من النوع اللي يعني مثلا في ناس كانت تشوف العربيه العربيه دي ترشه دواخل، العربيه ديت مش عارف جايبه ايه. انا بقى في الحاجات دي انت اوكي عشان هو واضح يعني. حلو. بصوا هنا على عكس يمكن التوكيلات في مصر. هنا التوكيلات ما بتبيعش جديد بس. هنا التوكيلات بتبيع مستعمل كمان. اوكي. ما اعرفش، متهيألي انا ما شفتش الموديل ده في مصر يعني. بالظبط. في مصر بس بيبيعوا جديد، صح كده. بس والمستعمل غالبا بيتباع في معارض بره يعني. معارض بقى بالظبط، او في الاسواق عموما. بس فهنا التوكيلات نفسها هتلاقي عندها عربيات كتيره، طبعا حتى بيسموها عربيات يعني ليها كذا اسم على حسب الشركه. يعني في هوندا مثلا بيسموها سيرتيفايد بري اوند، انها بري اوند، وفي نفس الوقت سيرتيفايد تيستد، بتعمل لها انسبكشن معين وبيضمنها لك فتره معينه. جميل. وممكن يمد لك الضمان بتاعها كمان على حاجات معينه فيها. اوكي.
تمام. ما بتبقاش عربيه براند نيو، يعني عادي ممكن تبقى مخدوشه متخربشه او واخده مثلا حادثه بسيطه ومتصلحه، فاهم اوكي. قصدي؟ بس هو بيعمل لك يعني سيرتيفيكت بكل حاجه في العربيه، بحيث انت نوعا ما تبقى مطمن، عارف ايه بالظبط الحاله كده. بتاعتها. الاوبشن اللي انا شخصيا بفضله بناء على ان انا شخص ما بقولك ما بدورش، يعني ما ما بفهمش قوي عندكش في خبره الموضوع. كبيره في الموضوع ده، فالاحسن ان انا اجيب حاجه بالظبط. مطمن بس يعني. هل الطريقه ديت ممكن تبقى اغلى من حاجات تانية موجوده في السوق؟ مممكن، اوكي. عشان نبقى واضحين برضه، يعني بس قصدي انت ممكن هي لا. في مقابل ان انت تبقى شويه مطمن، لو انت بالظبط شخص ما كده. عندكش خبره كبيره في الموضوع ده، فاللي هو الامن ان انت طيب تروح النقطه الاتجاه. الثانيه برضه اللي مهمه قوي، عشان النقطه دي غايبه بقى، او مش يعني البديل بتاعها في مصر مش موجود. انت ممكن في مصر تبقى خايف ان العربيه مثلا مخبوطه خبطه جامده او كده، وهنا غالبا لو العربيه واخده خبطه جامده مم. فغالبا هتلاقيها متصلحه في، لان الناس اصلا انت يعني التصليح غالي، اوكي. فكله عامل تامين. حلو. فغالبا لما بيحصل اي ريكورد ان العربيه اتصلحت في التامين، ايوه. الريكورد ده بيبقى بابليك ريكورد تقدر تشتريه. يعني انت عايز حلو جدا. برقم موديل العربيه تشتري الفين نمبر ده، في حاجه اسمها الكار فاكس تقدر تشتريها، هيجيب لك الهيستوري بتاع العربيه لو متصلحه في التامين. حلو جدا. تمام. فده هتعرف تشوفه بسهوله. تمام. المشكله بقى الاكبر ان لو العربيه فيها مشكله ميكانيكال، يعني بقى فيها مشكله موتور، مشكله عفشه، مشكله الحاجات دي. المشكله هنا في كندا الليبر غالي جدا. اوكي. تمام. يعني في مصر دايما انت مثلا لما غالبا في مصر ان سعر قطعه الغيار تمام اغلى بكتير من سعر التركيب. العماله او الايد العامله يعني. بالظبط كده. اه ممكن قطعه الغيار تبقى ارخص بكتير من ايد هو الراجل مش اللي هو هيركب. دايما هو دايما. دايما اوكي. فاهم قصدي؟ انا مش هنسى والله، يعني في اول ما جينا سنة كام يا رب، في 2019 بعدها كان ليا واحد زميل كان شاري عربية كانت رخيصة، يعني كانت جيتا، وكان شاريها من موديل 2004 أو كده. اوكي. أنا فاكر كان شاريها برقم قليل، يعني 3000 أو 4000 دولار يعني. المهم يعني بعد فترة العربية دي جابت موتور، اوه. فراح جاب موتور من سكراب يارد كده، حاجة زي الحاجات اللي بيقولوا عليها تقطيع استيراد. التسليم. والله أنا جاب الموتور ب 500 دولار تمام، وركبه ب 1700. اوف. فاهم قصدي؟ لان هنا لما بتيجي تركب اي حاجه ميكانيكال هو معروف مثلا الجوب دي بتاخد مثلا كام اور، شو بتاخد 1 اور 1 اند هاف اور. اوكي. تمام. فهو بيحاسبك على الاور عدد دي الساعات. الاور دي بتتراوح هنا من 100 ل 120 دولار. اوكي. دي اللي هي الساعه بتاعت الميكانيكي. انا فاكر الموتور ده كان ساعتها لما حكى لي كان خد 15 ساعه تركيب تقريبا. هو بالنسبه له خلاص الساعه لو ب 120 دولار، خلاص انا هاخد ال 1700 دول. بالظبط كده. مم. فتاخد بالك من موضوع الميكانيك، عشان ده هو ده اللي مهم يعني. اوكي. تمام؟ ده لو انت هتشتري بلس حاجه اصلا يعني. كمان انت لما تيجي تشتري عربيه مم. مستعمله بالذات يعني، كمان بتطلب حاجه من المارك اسمها السيفتي سيرتيفيكت ديت برضو، عشان تنقل ملكيه عربيتك لو هي قديمه لحد تاني. هنا بيحتاجوا حاجه اسمها السيفتي، ان هي تعمل لها سيفتي سيرتيفيكت. اوكي. السيفتي بتبقى شامله حاجات كتيره برضو ليها علاقه بالنور والعادم والفرامل والحاجات زي كده. فهو لازم تعدي على ميكانيكي يتشيك كل حاجه عشان يديلك عشان يديك السيرتيفيكت ديت. فاهم قصدي؟ حلو. انت هنا خلي بالك، مثلا انت لو بتتكلم مثلا رحت عشان تغير مثلا في عربيه مثلا كورولا او كده شويه تيل وطنابير وكده، ممكن تشتري التيل وطنابير مثلا ب 300 دولار ولا حاجه، بس هتركبهم ب 600 700. فانت اعمل هتلاقي حسابك. الجوبات فانت ما تركزش بس ان الحاجات دي رخيصه، اللي هو انا هعرف اجيبها بسعر رخيص. ركز هي هتاخد وقت قد ايه عشان تتعمل، والعماله هي اللي فعلا مكلفه جدا. بالمناسبه كمان برضه الموضوع المنتشر اللي هو الدي اي واي، هو الدو ات يور سيلف. في ناس كتيره بتشتري الحاجات دي بيسموهم هاندي مان. حتى مش هاندي، يعني ناس عاديه. اصل يعني لو انت فتحت بقى اليوتيوب هنا هتلاقي ناس كتيره بتشرح ازاي تركب، ازاي تغير زيت، ازاي تركب تيل فرامل. وبالمناسبه هو هنا دايما حتى يعني دايما انت في مصر بيواجهك، لو انت فكرت تعمل حاجه زي في مصر هيواجهك مشكله ان انت عايز تشتري التولز، والتولز ممكن تلاقيها غاليه نسبيا ان انت تودي. هنا لا، هنا التولز ارخص من الميكانيكي بكتير. فاللي هو خلاص هجيبها تبقى معايا واعملها انا، كل ما اجي اغير اعملها انا بنفسي. عشان كده لو انت ماشي هنا قصاد البيوت عامه هتلاقي ناس كتيره فاتحه قصاد البيت عندها وجاي يعني انت حتى ما بيبهدلوش نفسهم، هم معاهم تولز كتيره. بالظبط. انت حتى لو يعني انت هنا لو دخلت في، هقول لك فرق هتلاحظه، ما اعرفش خدت بالك، وانت في مصر بتروح عند ورشه الميكانيكي بتلاقي مثلا معاه 3 4 صبيان وبيساعدوك. بالظبط. هات لي الدنيا كذا رخيصه بقى ويجيب واحد بقد كده. هنا هتخش غالبا الميكانيكي هتلاقي الراجل واقف لوحده. تمام. وبياخد العربيه مثلا لو هيغير حاجه تحت العربيه، بيقوم رافع العربيه على ونش وهو واقف باشا. فاهم قصدي؟ بيفك المسمار، مش بيقعد يلف. هو معاه دريل بيفك اوتوماتيك، ومعاه تول مظبوطه لكل حاجه. الموضوع اسهل بكتير، وبالتالي هو الراجل ما بيحتاجش يعني صبيان كتير، هو بيشتغل لوحده. عشان كده برضه ساعات ده هيكلفه طبعا.
فاهم قصدي؟ حلو. فيعني لازم الناس فعلا تركز يعني تاخد بالها في حته ان هو يعني العربيه لو مستعمله يركز ان هي ما يكونش فيها مشاكل في الميكانيكا، ياخد سيفتي سيرتيفيكت ويتاكد، يشوف الكار فاكس بتاعها ان هو ما بالظبط. فيهاش اي حوادث قويه، وحتى لو فيها ده معناه ان هو لازم ياثر في السعر بشكل كبير طبعا. بالظبط كده. حلو. الناس بقى ظبطت كل حاجه، دورت على شغل. في ناس بتقلق اللي هو لازم اشتغل في الشغلانه بتاعتي، انا عندي خبره مثلا 10 سنين في الحته دي، هل افضل قاعد مستني لغايه ما يجي لي الشغل ده ولا اشتغل اي حاجه؟ لا، اشتغل اي حاجه طبعا. اوكي. اشتغل اي حاجه، ومفيش يعني اغلب الناس هنا يعني ممكن نقول مثلا 80 90% من الناس ما بدأتش بشغلانتها الاساسيه. اوكي. فاهم قصدي؟ بس لو انا برضو رجعت كده، الناس اللي هاجرت معايا خلال 3 4 سنين كان اغلب خلاص يعني، لو يعني كنا مره قعدنا كده بصينا على اللي حوالينا واصحابنا وصلنا لايه بعد وصلنا 3 لايه 4 مثلا سنين؟ بدا. فاغلب الناس وضعها استقر نسبيا بعد اتليست الفتره اللي احنا جينا فيها يعني. 3 سنين 4 اغلبهم سنين ما شاء الله. كان الدنيا كلها مستقره يعني. حلو جدا. فاللي هو ما تقلقش حتى لو الدنيا كانت صعبه في الاول، اشتغلت اي شغلانه. بس وحاول لو انت لقيت الدنيا صعبه، المدينه اللي انت قاعد فيها غاليه وهي مش مؤثره معاك يعني فرص شغلك هنا يعني انت حاول تعمل اسسمنت ان انت تروح مكان يبقى مناسب ليك ومناسب لمصاريفك. صح. عشان ما تحسش ان في دايما ضغط. الضغط ده هيعمل عليك ضغط في كل حاجه، ونفسي، ويعمل ضغط عليك في الاسره وفي البيت وفي كل حاجه وفي قراراتك. صح. فاهم قصدي؟ وما تتكسفش ان انت تشتغل حاجه مش اي حاجه. اغلب الناس هنا خلاص يعني كانت بتنزل حتى الدنيا صعبه معاك كانت بتجيب عربيه قسط وتشتغل اوبر يعني. فاهم قصدي؟ بتسدد قسط العربيه. المهم ان في دخل. المهم يبقى في دخل. صح. صح. هو ده الاهم صراحه، لان هنا كمان بيركزوا على موضوع الكنديان اكسبيرينس قوي. حتى وانت بعد كده لما تروح تشتغل في شركه ثانيه وكده، هم محتاجين يعرفوا هل انت عندك اكسبيرينس ان انت تتعامل مع الناس ولا لا، هل انت من ساعه ما جيت البلد وانت قاعد ولا بتشتغل تحاول تدور. بمناسبه الكنديان اكسبيرينس دي برضه عشان المصطلح ده يعني عامل ازمه للناس. وفي ناس مش مقتنعه، وانا برضه بارشلي مش مقتنع، بس هم بيحبوه يعني. هم بيحبوا يعني تيجي. طب ايه هي بقى كنديان اكسبيرينس بجد؟ انا مش يعني انا شايف ان هي حاجه اكتر كده على الورق، بلس في يعني الحاجه المختلفه عندهم شويه ان هم هاديين بزياده. زي ما بيقولوا كده على قلبهم مراوح، وهم عايزين اللي شغال معاهم يبقى كده. اوكي. مش بقى الحميه بتاعتنا دي. الحميه دي لا هي مش عندهم يعني. ما يحبش يحس ان هو ستريسد خالص يعني. اوكي. مش شغاله كده اتقيس اللي هو الحاجه بقى تاخد وقتها زي ما تاخد، وتاخد الفلو بتاعها، ومش هعمل حاجه اكسبشن عشان امشي حاجه اسرع. لا يعني مفيش، كل حاجه بتاخد وقتها واحنا على مهلنا. واحنا على مهلنا. هم عايزين يتاكدوا ان انت دخلت في السايكل دي وبقيت فاهم الشغل ماشي ازاي، وما تجيش تتعبنا اللي هو انت جاي على السيستم ده وخلاص هتكمل عليه. طالما انت جاي عامل حسابك تكمل هنا. وفعليا يعني في ناس بتحس ان هو مش موضوع حلو ولا وحش، بس الموضوع ان هو حاجه مختلفه عن اللي احنا كنا متعودين عليه، ولكن هم الناس عايشين هنا كده ومبسوطين ومرتاحين والدنيا يعني ماشيه مرتاحين. وهتلاقيهم هم ماشيين ومتعايشين كده بالظبط، متعايشين ما عندهمش مشكله. صح. حلو. الناس بتسال كتير على موضوع التاكس، حابب نذكره دلوقتي؟ فيها تفاصيل كتير، بس هو عامه هنا في كندا عشان برضه نبقى فاهمين النقطه دي. انت في مصر لما بتيجي تشتغل الشركه بتخصم الضرايب، فالضرايب في مصر مينلي معتمد اكتر على الشركات. حلو. فاهم قصدي؟ هنا الضريبه معتمد على الفرد، يعني كل واحد ليه رقم ضريبي معين. لما انت تروح تشتغل بتسلم الشركه رقمك الضريبي ده. اوكي. تمام. وبعد نهايه السنه لما الشركه حتى تكون خصمت ضرايبك، بتيجي تراجع الضرايب بتاعتك مع الحكومه. تمام. ويشوفوا هل الضرايب دي مظبوطه صح غلط، فيها دفع ضرايب زياده هتاخدها، دفع ضرايب اقل هتدفع زياده. اوكي. والاكزامبل اللي عايز اوضحه يعني يمكن يوضح الفرق في الحتتين دولت. انا هدي كده اكزامبل بس هو رقمي بس قصير يعني. حلو. انت في مصر لو انت شغال مثلا في شركه، شريحتك الضريبيه مثلا فيها بتدفع 15%. اوكي. خلاص. هنفترض السيناريو الاتي ان انت شغال في شركتين، تاخد مثلا منهم في السنه 100,000 جنيه مثلا. حلو. شريحتك الضريبيه 15%، وشغال في شركه ثانيه على التوازي. يعني انت شغال فول تايم في شركتين كل واحده 100,000 و100,000، فكل واحده شايفاك ان انت بتاخد 100,000 فبتاخد 15% وهتخصمهم منك وخلاص على كده. حلو. فانت واخد مثلا 200,000 بس دافع 15% اللي هم 30,000. حلو. السيناريو ده لو في كندا مش مختلف بقى تماما. ليه بقى؟ اللي ما بتحاسبش الشركه، بتبص لك انت انت فين. فانت لو استنصحت ورحت اشتغلت في شركتين تمام، هيبص ان انت في شريحه ال 200,000 مش شريحه ال 100,000. تمام. ومثلا فرضنا شريحه مثلا ده اكزامبل يعني، انها مثلا شريحه ال 200,000 مثلا 40%، مثلا يبقى انت المفروض عليك تكون دافع 80,000. في الاغلب الشركات هتكون سحبها اقل، والشركات سحبه منك اقل، اللي هو مثلا دي الفرق ده انت لازم تدفعه. فالناس في ناس فعلا انا بشوف يعني، شفت كذا بوست على فيسبوك الناس بتتفاجئ بالموضوع ده، يقول انا مثلا جاي اعمل
البيرسونال انكم تاكس بتاعي وبعمل تاكس ريتيرن، واتفاجئت ان انا عليا فلوس قد عليا كده. فلوس ده يبقى هو شغال كذا في هو كذا مكان، شغال كذا شغلانه. ومش انت المفروض ممكن تحله عن طريق ان انت تعرف الاكونتنت بتاع الشركه التانيه اللي انت شغال فيها ان انت عندك مصدر دخل تاني، تمام، قيمته كذا خلال السنه، عشان هو يحسب التاكسس الجديده بتاعت الامبلوير التاني على اساس التوتال. على اساس التوتال. اوكي تمام. حلو. كويس ان انت ذكرت النقطه دي، لان في ناس كتير فعلا بتقع بالمناسبه انت ممكن تقولها للمحاسب، فيها. ممكن يقول لك لا انا ماليش دعوه، انا هخصم اللي هخصمه وانت شيل فلوس على جنب من اللي انا هديها لك. تمام. اوكي. اعمل كده برضه، اللي هو شيل فلوس على جنب، لان في ناس بتيجي اخر السنه ولما يلاقوا في التاكسي ريتيرن ان هو بالماينس، اللي هو نوعا ما بيخافوا، اللي هو طب انا معيش فلوس اصلا بقى ادفع دلوقتي، هعمل ايه؟ مشكله كبيره. وخلي بالك يعني انت حتى السي ار اي اللي هي الجهه المسؤوله هنا عن الضرايب بتديك ديدلاين لحد 31 ابريل كل سنه. اوكي. عشان لو عليك فلوس تكون سددتها قبلها. اذروايز هتسد الفلوس دي هيبدا يحسب عليك انترست من يوم 1 مايو. فاللي هو انت مش بس اللي هو يعني عليك فلوس وفجاه تلاقي ان انت عليك فوائد على الفلوس دي اللي هو اصلا مش معاك، فاللي هو دخلت في دوامه مش طبيعيه. بالظبط. في ناس يعني في ناس بتخاف من الموضوع لكن ده. ممكن موضوع التاكسس فيه تفاصيل كتيره، بس ممكن نتكلم عنها في حلقه ثالثه بقى كمان ان شاء الله.